جود بيلينغهام يغيب عن مباراة ريال مدريد في ربع النهائي بسبب تراكم البطاقات الصفراء. صحيفة آس: الجدل انتهى، غونزالو غارسيا سيبقى مع الفريق الأول. صحيفة آس: غونزالو غارسيا سيحصل على مكان في الفريق الأول بعد أن نال ثقة تشابي ألونسو والنادي. بعد أن بدأ رودريغو أساسيا في أولى مباريات ريال مدريد في كأس العالم للأندية، لم يلعب سوى 23 دقيقة فقط في آخر 3 مباريات. في المباريات الثلاث من المرحلة الأولى سدد ريال مدريد 14 تسديدة على المرمى، بينما ارتفع هذا الرقم إلى 11 تسديدة في مباراة الأمس وحدها. فالفيردي كان الأكثر تسديدا برصيد 4 تسديدات. كما حافظ الفريق على نظافة شباكه للمرة الثانية في البطولة التي استقبل خلالها هدفين فقط وسجل 8 أهداف. عاجل: تشير تقارير تشيرينغيتو إلى تجميد مفاوضات تجديد عقد فينيسيوس مع ريال مدريد، حيث لا يشعر اللاعب بالاستعجال ويرغب في التفكير مليا قبل تحديد مستقبله الرياضي. رابطة لاعبي كرة القدم الإسبان AFE ترفض المخطط الجديد، معتبرة أنه لا يوفر الحد الأدنى من الراحة للاعبين، وقالت: من غير المنطقي تأجيل الجولة الأولى ثم إرهاق اللاعبين ب3 مباريات خلال 10 أيام. الاتحاد الإسباني ورابطة الليغا لا يرغبان في الدخول بصدام مبكر مع ريال مدريد الذي كان ينظر إليه سابقا كخصم غير معلن، لكن الوضع قد يزداد تعقيدا في حال تأهل الفريق إلى نصف النهائي. رابطة لاعبي كرة القدم الإسبانية ترى أنه ينبغي على رابطة الليغا تأجيل الظهور الأول لريال مدريد في الدوري، وذلك تفهما ودفاعا عن صحة اللاعبين وفقا لما أكده الاتحاد. ستنخفض أيام راحة اللاعبين إلى 40 يوما فقط، مما يترك خيارين لا ثالث لهما: إما تأجيل المباراة إلى يومي 19 أو 20 من أغسطس، أي بين الجولتين الأولى والثانية، أو تأجيلها إلى الأسبوع التالي في 26 أو 27 من أغسطس. حسب أوبيتا، فرصة ريال مدريد في تحقيق لقب كأس العالم للأندية تقدر بنسبة 16.59%. في كل مرة يسجل فيها غونزالو غارسيا هدفا لصالح ريال مدريد يشير إلى الشعار على القميص، ما يدل على أنه مدريديست حقيقي. ريال مدريد أبدى اهتمامه بالتعاقد مع الحارس دافيد رايا، لكن النادي تلقى تأكيدا بأن اللاعب سعيد للغاية في أرسنال. لم يشارك رودريغو ولو لدقيقة واحدة. مباراة الكلاسيكو في الدوري الإسباني لموسم 2025-2026 ستقامان في 26 من أكتوبر على ملعب كامب نو، 10 من مايو على ملعب سانتياغو برنابيو. رسميا ريال مدريد سيواجه أوساسونا في الجولة الأولى من الدوري الإسباني الليغا. سيتم مساء اليوم في 10 بتوقيت مكة المكرمة سحب الجدول الرسمي للدوري الإسباني لموسم 2025-2026.